اهلا بيكم معايا في قناة بصبص المطبخ. كل سنة وكلكم طيبين وبخير يا رب. جاي علينا بقى الكريسماس والاعياد، فعايزين نعمل بقى حاجة حلوة كده لولادنا ينبسطوا بيها في البيت وتكون مفاجأة حلوة في الكريسماس. زي ما انتوا شايفين كده حاجة حلوة وهتبسط قوي الولاد الصغيرين، ولو عملتها لهم كمان راحوا بيها المدرسة هتبقى حاجة حلوة جدا. وهتعمليها ببواقي كيك عندك او هتعملي كيك وتعمليها، مش هتكلفك حاجة خالص. عندي هنا كان بواقي كيك من الشغل بتاعي طبعا. بشيلها كده في اكياس في الديب فريزر، وبعد كده بطلعها وقت ما احب استخدمها، اعمل منها كوبات، اعمل منها اي حاجة. جه بقى الوقت ان احنا نعمل بيها حاجة حلوة قوي وهتفرح كل الولاد. هنبتدي بقى ان احنا نفتفت الكيك كده، وتقدري كمان ان انت تعملي اي كيك مثلا صيامي بالشوكولاته بالكاكاو، وكمان تعمليها صيامي. يعني تقدري تعمليها بسبونش كيك بواقي عندك للولاد اللي مش صايمين، وتقدري تعمليها باي كيك انت معتمداه يكون صيامي بتحبيه. وحتى لو في قطعة كده فانيليا عادي مفيش مشكلة، بنبتدي ان احنا نفتفتها كده ومع بقية الكيك مش بتظهر ولا بتبان. اهم حاجة تفتفتي الكيك كويس، او لو انتي مش عايزه تفتفتيه كده بايديكي تقدري تحطيه في الكبه هيتفرم معاكي في ثواني. بس انا بوريكوا الاسهل عليكوا وعليا انا كمان، بدل ايه بهدله مواعين كتير، احنا مش فاضيين اليومين دول. فايه فتفت بقى الكيك بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعدين عندي هنا سوداني انا جايباه ومقشراه كويس، وطحنته كده في الكبه ناعم، هيدي طعم حلو قوي. وابتديت ان انا اضيفه على الكيك، وتقدري تضيفي كمان جوز هند. وعندي هنا كريم شانتيه كان مخلوط بكيك، ابتديت برضو حطيته. وصوص شوكولاتة انا عاملاه، او لو عندك اي صوص شوكولاتة جاهز تقدري تضيفيه. وبعدين هنقلب كل ده مع بعض علشان نعمل ايه اللي احنا شفناه في اول الفيديو اللي هو الكيك بوبس. الولاد بتحبه جدا جدا وبينبسطوا بيه قوي قوي، ففرحوهم بقى في الكريسماس واعمله لهم كده مفاجأة ينبسطوا بيه، وكمان يكون هدايا كده حلوة لأصحابهم. بصوا بقى ابتديت ان انا اعجن فيه، وابتديت ان انا احط شوية شوية من صوص الشوكولاتة، او مثلا شوية مية صغيرين لغاية ما يتكون معاكي زي ما انت شايفة كده الكيك يطرى معاكي خالص، ويبتدي يتشكل معاكي بكل بساطة وسهولة. وزي ما قلتلك تقدري تحطي سوداني، مكسرات، تحطي جوز هند اللي انت حابة حطيه، مش عايزة تضيفي ما تضيفيش مفيش مشكلة برضو. كورتهم بالشكل ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. تقدري تعمليهم حجم كبير او حجم صغير او اللي انت عايزاه. والشاليموهات دي بتتباع عند الراجل اللي بيبيع اكياس السندوتشات والتغليف. بس قصيت الواحدة على 2 عشان ما تكونش طويلة قوي. وهنبتدي ان احنا نعملها بالشكل ده. طب احنا عشان نثبتها بقى بالوضع ده هوريكم هنعمل ايه. عندي بقى صوص شوكولاتة مسيحاه كده على حمام بخار، معاه معلقتين 3 من الزيت. وعندي فرمسيه كده اللي هو السبرينكلز الصغير الالوان ده، مبهج جدا للكريسماس. وتقدري تشكلي باكتر من طريقة هوريكي برضو في اخر الفيديو. بنبتدي نحط الطرف بتاع الشاليمو في الشوكولاتة، وبعد كده نحط فيها الكيك بوبس علشان تكون ثابتة معايا اثناء ما هي لسه بتنشف من الشوكولاتة اللي عليها، مش ما تقعش يعني، وتكون ثابته. والولاد بياكلوها ما تتقطمش بسهوله، يعني ما تقعش من الستيك بسهوله. بعمل زي ما انتوا شايفين كده الوحدات. ببتدي ان انا احط طرفها بس في الشوكولاته، وبعد كده اعملها بالطريقه دي. هعمل بقى كده كام واحده، وبعد كده نبتدي في الايه في التغليف مع بعض. بصوا دي قطعة فوم كانت عندي وانا غلفتها بالاسترتش علشان احط فيها الكيك بوبس اما اعملها علشان تبقى شكلها حلو. تقدري كمان تعملي الفكرة دي في اعياد الميلاد او الاحتفالات بتاعة المدرسة، او عيد ميلاد ولادك، هتبقى فكرة حلوة جدا. وغلفيها، غلفي قطعة الفوم دي وحطي زي ما هوريكي هتعجبك جدا، وهتعجب كل اللي هيشوفوها، وكفاية ان هي كمان تبقى من ايدك. هبتدي بقى اغلب بالشوكولاتة، وبعدين ارش كده بالسبرينكلز. انا مش عايزة يكون كتير، انا عايزة شكل الشوكولاتة برضو يكون باين. فببتدي ارش رشات كده بسيطة. شايفين بقى شكلها تحفة جدا، شكلها روعة روعة روعة، تحفة.
مش عايزة ان انا احطها في الطبق جامد علشان ما تشيلش من السبرينكلز كتير. انا عايزة بس تكون تاتشات كده، زي كأنها زي الشجرة كده يعني، تاتشات خفيفة. بصوا ببتدي ان انا احط بالمعلقة كده الشوكولاتة اللي انا مدوباها على حمام بخار، وحاطه لها معلقتين من الزيت. دي شوكولاتة خام يا جماعة، سما حلوة جدا. وفي منها كمان شوكولاتة بالحليب، بيكون الباكت 200 جرام. عملت بقى واحدة تاني، وابتديت احط السبرينكلز اللي هو بيكون طويل كده شوية، و بالشوكليت بيبقى لونه بني، برضو شكله حلو قوي. والتزيين ده بقى يرجع لك انت، اقدري شكلي وفنني براحتك خالص، واعملي اللي ولادك بيحبوه. اعملي بقى جوز هند، اعملي سبرينكلز اشكال، اعملي سوداني، اعملي مكسرات، عين جمل، اللي انت عايزاه اعمليه. بس الطريقة سهلة خالص. بنبتدي ناخد وحدات كده وننزلها في الشوكولاتة، يعني نخبط عليها شوية كده عشان الشوكولاتة الزيادة اللي فيها تنزل. وبعد كده ده كان بقى الشكل النهائي. زي ما انتوا شايفين، حاجة مبهجة جدا وحلوة قوي قوي. عملت منها اشكال كتير بألوان مختلفة. النجوم دي حلوة قوي وشكلها حلو. واللي هو الطويل ده اللي انا عملته معاكم السبرينكلز اللي هو الصغنن، الحبيبات الصغيرة. وعملت سوداني، وعملت اللون البينك اللي هو السبرينكلز الصغير البينك. وفي الفارماسي اللي هو بيكون طويل شوية برضو ألوان، زي الأسود كده بس طويل. بس زي ما انتوا شايفين كده بيكون شكله حلو قوي. انا عملت كمية مش كتيرة قوي. انتي بقى تقدري تعملي كمية اكبر وتحطي بقى في ما بين الفراغات كده كتير، هيديكي شكل حلو جدا وولادك هيفرحوا بيه. وهتعملي بصي البوكيه التحفة ده، عملتيه من بواقي كيك وفرحتي ولادك. وميري كريسماس عليكم كلكم وسنة سعيدة. ويا رب تدخلوا كده السنة الجديدة بحب وبهجة، وتفرحوا ولادكم بحاجة من ايديكم. وشكرا ليكم، شكرا لمتابعتكم ليا ومتابعتكم لقناتي. متنسوش بقى لايك كتير للفيديو. وكمان انا عايزة اقول لكم ان انا بطلع منها اوردرات، ودي كده كانت الاوردر طلعته برضو كتغليف يعني، وطلعت منها صيامي وفطاري. فتقدري ان انت تعملي منها صيامي وفطاري كمان. شكرا ليكم ومع السلامة.